متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير. اليوم عندنا قصة المثل اللي يقول لا فات الفوت ما ينفع الصوت. هذا يقول لك شيخ قبيلة عنده ولد فارس وشاعر ونبيه ما شاء الله عليه، ومسميه أجود. وأجود هذا ولد الشيخ عنده حصان ما به مثله بين القبائل كلها الحصان هذا. وكان حال عندهم ضيف شاعر كبير ومعروف، وقاعد عندهم فترة الشاعر هذا. وكان أجود له عادة أنه كل يوم بعد العصر بآخر العصر يروح الشعيب يجلس به. كان ياخذ فرسه ويروح ويجلس على ضفة الوادي هذا ويتمتع وقت الغروب. جاء يوم من الأيام كان بيروح، شافه الشاعر قال له أبا خاويك، فقال أجود الله يحييك يلا همش معي. أجود ركب فرسه والشاعر يمشي على رجليه، رايحين متجهين للوادي. وصلوا الوادي وجاء ينزل أجود ويعطي الشاعر رسن الفرس بحيث أنه يبيه يربطه بشجره. قال له الشاعر تعطي أكثر يا ولد الشيخ. أجود انحرج بحيث أنه ما يقدر يرد الفرس، خلاص صارت للشاعر. رجعوا للقبيلة، ولكن الشاعر المرة هو اللي راكب على الفرس وأجود يمشي على رجله. الأبو شاف المنظر وانهبل، انبهر من هالمنظر. فلما أقبل عليه ولده أجود قال له يا ولدي وش صاير؟ ليش أنت اللي تمشي على رجليك وهو على الفرس؟ قص له أجود القصة كاملة من إلى. زعل الشيخ وانفعل وقام يرفع صوته على ولده أجود وهو يهاوشه. قال رجع الفرس ونعطيه من سير الخيل. رد أجود على أبوه وقال يا أبي خلاص لا فات الفوت ما ينفع الصوت، يعني لا ترفع صوتك. وبعدين يبا هذا شاعر، والله لو رجع الفرس منه أو أخذها منه إني خليه بنا شيء مهب بنا. قال الشيخ يا ولدي أنا معروف وجدك معروف وقبيلتنا معروفة، وش بيقول بنا؟ ما يقدر يقول بنا شيء. قال أجود لأبوه كان يقول بنا يبا أجود من سماك أجود غادي وراه ما سماك بالمبعدة، وحتى لو أبوه وعمه طيب يقعد له من يم الخوالق عدا. ضحك الشيخ يوم سمع البيتين اللي جابه ولده وقال طيب يصير خير، يلا قوه للمجلس. وراحوا لمجلسهم. وهم جالسين بالمجلس قال الشيخ للشاعر لو ان أجود ولدي رجع بعطيته وش تقول به؟ قال ما أقول به شيء. قال الشيخ لك الأمان إلا تعلمن وش تقول به. قال طيب هالحين أقول لك وش أقول به. قال أقول أجود من سماك أجود غادي وراه ما سماك بالمبعدة، وحتى لو أبوه عمه طيب يقعد له من يم الخوالق عدا. يوم شاف الشيخ رد الشاعر نفس رد ولده. قال له الشيخ حلال عليك الفرس. وما بالنسبة لولدي أجود فيبشر بفرس أحسن من هالفرس هذه، ولا فات الفوت ما ينفع الصوت. وراحت مثل لا فات الفوت ما ينفع الصوت. أتمنى أني قدمت لكم شيء يعجبكم. شكرا لكم.